قصة النهاردة آه، غريبة وعجيبة ومريبة في نفس الوقت. وحصلت كتير يعني، بس احنا للأسف مش عارفة احنا ما بنتعلمش ليه. كان شاب خاطب بنوتة، حصل بينهم خلاف. فالمهم البنت قررت ان هي مش عايزة تكمل ومش عايزاه، ففسخت الخطوبة. عمل ايه بقى الراجل القوي؟ قتلها، اداها طعنات كتير جدا جدا. وفي اخر طعنة لما هرب ساب حتى السكينة فيها، ساب السكينة فيها وهرب. وهي حاليا البنت ربنا يشفيها ويعافيها بقى في حالة حرجة طبعا جدا جدا. حتى الأخبار نزلت على النقطة دي. بس اللي أنا حابة أتكلم فيه مش القصة دي بس، أنا حابة أتكلم هو إحنا ليه دلوقتي بقت كل حاجة عافية؟ يعني احنا من زمن الزمن كنا بنسمع، يعني من فترة كنا بنسمع بحب واحدة فسابته فقتلها. كان خاطب بنت فالبنت سابته فاستناها على باب الجامعة فقتلها. معرفش ايه اللي حصل فسابته فجه دبحها. هو ايه اللي بقى بيحصل ده؟ هو اي واحدة تسيب اي واحد خلاص بقى اجباري؟ يعني خلاص بقى اجباري؟ يعني هي دي الرجولة؟ يعني فين الرجولة؟ ده الواحد حتى الراجل زمان لما كان يحس ان انا اللي قدامي، احس مجرد احساس ان اللي قدامي مش عايزاني، انا بنسحب بهدوء. بنسحب بهدوء لان لا الراجل يقبل على نفسه ولا يقبل على كرامته ان هو يبقى مع واحدة مش عايزاه. لكن الوضع اللي احنا فيه ده خلاص بقى اجبار. ياخدك يا اما هقتلك اموتك. وحصل الموضوع ده قبل كده واخدوا اعدام، اتحكم عليهم بالاعدام، وشخصيات اكيد انتوا عارفينها بس انا ما بحبش اذكر اسماء. واتحكم عليهم بالاعدام وبالرغم من كده لسه بتتكرر تاني. يعني احنا مش بنتعظ؟ يعني احنا مش خايفين نعمل كده؟ لا احنا كمان نتحاسب ونتعدم مثلا، حتى لو مش خايفين على اللي قدامكم مش خايفين على نفسكم. يعني كام موقف حصل وكام موقف بيتمسكوا وكام موقف بيتعدموا وفي الاخر برضو بنكرر نفس الغلط. يعني احنا مستنيين ايه عشان نتعظ؟